هنعمل النهاردة بسكوت سابليه. بسكوت السابليه سهل خالص، مش بياخد وقت ولا مجهود، ويعتبر بسكوت اقتصادي. مقدار واحد بيعمل كمية حلوة، وتزيينه سهل خالص، مش بياخد برضو مجهود ولا بياخد تكاليف كتيرة. شوية شوكولاتة هنعمله بالطريقة الحلوة دي. يلا بينا. المكونات معايا 3 كوبايات دقيق، عليهم رشة ملح، معايا بيضة عليها كيس فانيليا، معايا كوباية زبدة، معايا نص كوباية سكر بودر. هضيف كل المكونات دي في الكبة. بنزل الدقيق، وبعدين احط نص كوباية السكر البودر، واحط كوباية الزبدة وكمان البيضة، واحطه كله وهضربه في الكبة لحد ما يدينا عجينة متماسكة. الزبدة هنا كانت في التلاجة، يعني حطيتها 10 دقايق في التلاجة، يعني جامدة شوية مش سايحة. هضيف كله كده واضرب المكونات دي كلها مع بعض. وهنا شغلت الكبة لحد ما تلم معايا، ما بتاخدش وقت، دقيقتين 3 وتكون كونت معايا عجينة حلوة متماسكة. لو العجينة سايحة معانا ممكن نحطها في التلاجة 10 دقايق وبعدين نشتغل فيها. الجو كان حلو والعجينة متماسكة، فنزلتها كده على كيس تلاجة، فتحت كيس تلاجة وهشتغل فيها على طول. هلم العجينة كويس وبعدين اجيب النشابة وابتدي افردها واشتغل فيها. عشان نسهل فرد العجينة بنحط كيس من فوق كمان ونفرد آه، العجينة بسمك رفيع شوية، ما نخليهاش تخينة قوي، عشان احنا لما بنحشي البسكوت بنحط بسكوتين فوق بعض، يبقى سمك معقول كده، ولا تخين ولا رفيع. بجيب القطاعات، عندي طقم القطاعات فيه بيضاوي وفيه دواير وفيه قلوب. هقطع العجينة كلها، واللي يفضل منها بلمه واعمله افرده تاني واقطعه. بجيب بلبلة صغيرة كده واعمل فتحة في النص. وكمان احنا مش بنعمل فيه كل، يعني مش كله بنعمل فيه فتحات، بنعمل فتحة في واحدة ونسيب واحدة عشان لما نشكلها تبقى واحدة مقفولة وواحدة مفتوحة. بعد ما خلصتها وقطعتها كلها وحطيتها في الصواني، طلعت معايا كمية حلوة. هدخلها في فرن درجة حرارة 180 درجة، واكون مسخناه قبلها ب10 دقايق، واسيبها لحد ما تاخد لون ذهبي. وده شكلها بعد ما خرجتها من الفرن وخدت اللون الحلو ده، وتكون مستوية من فوق ومن تحت. يعني خدت في حدود نص ساعة كده في الفرن، وطبعا الوقت حسب سخونية الفرن بتاعنا. بعد ما البسكوت برد هنجيبه بقى نزينه. معايا نوتيلا، وجبت كمان شوكولاتة سيحتها على حمام بخار، وبعدين حطيت عليها معلقة زيت وقلبتها كويس لحد ما ساحت. انا طبعا بفضل اعمل البسكوت احشي، ان كان بسكوت او لانكشاير او اي حاجة بحشيها بالنوتيلا، عشان النوتيلا مش بتخلي البسكوتة تطرى. فبفضل النوتيلا عن المربى، اللي بيحب المربى ممكن يحشي مربى. بحط شوية نوتيلا في النص واقفل البسكوتة، وباخد البسكوتات الصغيرة حطيتها كلها في الشوكولاتة، غطستها في الشوكولاتة، وفي الاخر خالص الشوكولاتة اللي فاضت معايا من التزيين حطيتها في كيس تلاجة، وعملت خطوط كده على البسكوتات كلها. وده شكل البسكوتات بعد ما خلصتها وزينتها. انا زينتها حاجة بسيطة كده، يعني من غير تعقيد ولا حاجة. حبيت اسهل عليكم الطريقة والتزيين، وطبعا التزيين ده حسب الذوق الشخصي.
يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. فعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شيروا الفيديو لاصحابكم عشان يوصل لعدد كبير من الناس. اشوفكم على خير. باي باي.